تفاصيل مقتل الشاب مصطفى عبيدري في بن باديس بولاية سيدي بالعباس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويهز الجزائر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنكمل مع حضراتكم باقي التفاصيل، بس في الأول كده لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. تم العثور على شاب في مقتبل العمر مقتولا في بلدية بن باديس بولاية سيدي بالعباس. الضحية يدعى مصطفى عبيدري، عنده 35 عاما. وفي التفاصيل اهتزت دائرة بن باديس بولاية سيدي بالعباس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب مصطفى عبيدري، حيث تم الاعتداء عليه بطريقة وحشية. القتل المجرمين الله لا يسامحهم أبدا قاموا بقطع الضحية ودفنه. مصالح الأمن تدخلت بسرعة ونجحت في توقيف المتورطين مع فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات هذه الجريمة التي أثارت صدمة واسعة بين السكان. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. نسألكم طبعا الدعاء لي في التعليقات إن ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله، اللهم أمين يا رب، ويصبر كله حبايبه. تعازينا وقلوبنا الحزينة مع اخواتنا وحبايبنا الجزائر الشعب الشقيق. إنا لله وإنا إليه راجعون.